لو دخلت على Upwork وعملت الaccount وخلاص ضبطت كل الدنيا وبتقدم على شغل كتير جدًا proposal ورا التاني، بس ما فيش حد بيرد عليك خالص ولا كأنك متشاف، فأنا مريت بالتجربة دي، والنهارده باكلمك وأنا top rated ومحقق أكتر من $1000 على Upwork. هاقول لك التفاصيل العملية إزاي وصلت لحاجة زي كده عشان تقدر توصل لحاجة زي كده وأكتر وأحسن منها كمان بإذن الله. هاقول لك تفاصيل مش موجودة في أي فيديو هنا على يوتيوب، ما حدش قالها قبل كده، تفاصيل من تجربتي الشخصية إن شاء الله تستفيد، فكمّل معايا الفيديو للآخر. وكمان في آخر الفيديو هاقول لك على سر ما حدش بيقوله هيساعدك تجيب أول عميل في أسرع وقت ممكن. كمّل معايا الفيديو للآخر ويالّا بينا نبدأ. أول خطوة وهي البروفايل بتاعك، خلّيني أقول لك إن البروفايل بتاعك واحدة من أهم الحاجات واللي الناس ممكن تكون بتشوفها قبل حتى ما تكمّل قراءة الproposal اللي أنت كاتبه، تمام؟ فالبروفايل بتاعك مهم جدًا، خلّيني أقول لك على كام حاجة كده تاخد بالك منهم في البروفايل واللي هو ظاهر قدّامك هنا البروفايل الخاص بيّا، عشان تعملهم وتساعدك إنك توصل لأول أو لأول شغل يعني، تمام؟ طيب أول حاجة خلّينا نتفق على نصيحة كده نثبّتها طول الفيديو، وهي إنك هتشوف الناس الشاطرة أو الناجحة على الplatform عاملين إيه، وتعمل زيّهم. بمعنى أنا دلوقتي عايز أضبّط الprofile بتاعي، عايز أضبّط مثلًا الheadline اللي هنا ده، تمام؟ فوالله هاروح هنا search في الtalent اللي هي الناس، تمام؟ هنا الjobs هنا الtalent وهasearch عن إيه، عن front end dev. لو أنا front end developer مثلًا هasearch عن front end developer، تمام؟ هنشوف الناس دي عاملين إيه في الheading بتاعهم زي ما أنتم شايفين كده. الناس دي اللي ظهرت معناه إن هي الناس الأنجح على الplatform، معناه الناس اللي ظاهرة، كمان ممكن تفلتر من هنا الناس اللي هي الtop rated بس. شوف هُم كاتبين إيه هنا في الheadline بتاعهم، تمام، شوف الskills بتاعتهم، شوف الsummary أو الobjective بتاعهم مكتوب إزاي، وهتعمل زيّهم، مش باقول لك تاخد copy بس ولكن هتعمل زيّهم، فدي نصيحة مهمة جدًا خلِّ بالك منها، سواء هنا على upwork أو حتى على مستقل زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، واللي هيظهر لك في الeye دلوقتي تقدر تشوفه عشان تبدأ على مستقل، تمام. طيب تاني حاجة هي الصورة الشخصية بتاعتك، خلّيها صورة بخلفية بسيطة، خلفية تكون سادة يُفضّل، وتكون بتبتسم فيها ابتسامة خفيفة كده، حاجة إيه تكون professional شبه الصورة بتاعة LinkedIn. هاسيب لك برضه الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن LinkedIn بالتفاصيل بتاعته في الآية اللي هتظهر لك دلوقتي، تمام. طيب خلاص اتكلمنا عن الtitle، اتكلمنا عن الصورة، خلّيني أقول لك آخر حاجة هي الجزء اللي هنا ده اللي هو الsummary، تتكلم عن نفسك وعن خبرتك والمهارات اللي أنت تقدر تعملها، وحُط في الآخر إيه call to action. حاول تحط حاجة الclient يعملها، خلاص أنت عجبك الشغل بتاعي ده، فهتكلمني إزاي، هتكلمني منين، تمام. فهو ده اللي بنسميه الcall to action. طيب بعد كده بتحط بقى الprojects بتاعتك، يعني الكلام والتفاصيل اللي هي إزاي تعمل account على الupwork مش هاتكلم فيها في الفيديو ده، أنا جاي أقول لك على النصايح أو الأسرار بتاعة upwork، مش إزاي تعمل account لسه من البداية، تمام. فيعني الprojects والskills تمام، والمهارات بتاعتك والشغل والكلام ده كله، يعني حاسس إن ده كلام straight forward ما فيش فيه أي تعقيدات بإذن الله. خلّينا نيجي للجزء الأهم في الفيديو، وهو الأخطاء اللي بتضيّع فرصك، الأخطاء اللي أنت بتكتبها في الproposal، وأهم النصايح اللي تخلّي الproposal بتاعك يكون فعلًا مهم ويشد الانتباه، ويخلّي الclient يبدأ إن هو يتواصل معاك عشان تبدأ إنك تتفاوض معاه على offer معين، تمام. خلّينا نبدأ بالأخطاء. أول خطأ إنك بتاخد الproposal بتاعك copy paste، أنت بتعمل proposal مرّة واحدة بس وبتبعته على 10 jobs مثلًا نفس الproposal، تمام، أنت بتتكلم عن نفسك وعن خبرتك، ده طبعًا خطأ كبير جدًا. تاني خطأ هو إنك بتعمل proposal بالAI، بتدّي له الjob description، تمام، تاخده على ChatGPT تقول له اعمل لي proposal، طبعًا مش منطقي تمامًا. لو هتعمل حاجة زي كده، أول حاجة هي بتبان إن هي AI، بس لو هتعمل حاجة زي كده ممكن تاخد بالك من الtips اللي أنا لسه هاقولها لك دي، إزاي تكتب proposal وتبصيها لChatGPT حتى عشان ياخد باله منها وهو بيكتب الproposal، تمام. فأنت بتدّي له زي الprompt، بتدّي له زي context ChatGPT، بتقول له استخدم كذا، 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 اعمل كذا في الproposal، وهو فعلًا ممكن يساعدك ساعتها، تمام. ولكن ما تاخدش الjob description وتدّي له وتقول له اعمل لي proposal. طيب خطأ كمان إنك بتتكلم عن نفسك كتير جدًا، خلّيني أقول لك إن العميل مش مهتم بيك تمامًا، هو مهتم بالمهارة أو الskill اللي عندك، وإنك تحل المشكلة بتاعته. العميل عنده مشكلة، عنده product عايز يعمله، عنده حاجة عايز يعملها، هو مهتم إنك الشخص المناسب عشان تعمل الحاجة دي، تمام. لو مهتم عنك أنت أو عن خبرتك مش مهتم بيها في الproposal، مهتم بيها في الprofile، هو هيخش عندك الprofile ويشوف الprofile قبل ما يكلمك، ده أكيد هيحصل، تمام. طيب مشكلة كمان وهي إنك ممكن تكون حاطط سعر مبالغ فيه، مثلًا حاطط $40 أو حاجة وأنت لسه مش عامل ولا job على الplatform أو الwebsite، فطبعًا ساعتها فرصتك بتقل بشكل كبير جدًا، تمام. طيب لو شايف إن النقطة دي جديدة عليك، أول مرة تسمع عن النقط اللي أنا اتكلمت فيها دي،
فاعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس اكتر، وبيدعم الشانل ان هي توصل لاكبر عدد من الناس. طيب خليني دلوقتي بقى اكلمك عن اهم النصايح. صدقني النصايح دي مش موجوده في اي حته، انك تكتب بروبوزال يكون فعلا بيشد الانتباه. اول حاجه في البروبوزال هي انك هتشوف اسم العميل، اسم الكلاينت هتجيبه منين. اي كلاينت لما بينزل الجوب، خليني كده اجيب لك اي جوب من هنا. لو رحت على الكلاينت، فالكلاينت ده بيكون عنده هيستوري، بيكون اتعامل مع ناس قبل كده، تمام، غالبا يعني بنسبه كبيره. فانت تشوف الناس دي بتكونوا حاطين ريفيو للكلاينت، بعد ما العقد بيخلص انت بتحط ريفيو للكلاينت زي ما الكلاينت بيحط لك ريفيو. هتلاقي الناس دايما بتقول له هاي كذا، بيحط الاسم بتاعه، او بيقول لك فلان ده is a very good employer مثلا، تمام. فانت تجيب اسمه من هنا، هتخش على مثلا الجوب ديسكريبشن دي او الجوب دي، تمام. هتخش على الكلاينت من ناحيه اليمين هنا، بعد كده هتبدا انك تشوف الاسم بتاعه. فلو عرفت توصل لاسمه ده شيء كويس جدا، معرفتش خلاص مش مشكله، هتبدا عادي ايه من غير اسمه يعني، تمام. خليني اقول لك اهوت، واحد هنا بيقول لك client is good، مش كاتب اسمه، with him مش كاتب اسمه برضو، تمام. اعتقد هنا مش مكتوب اسمه، هنا اهو it was great working with Darius او ايا كان يعني. هو ده الاسم بتاعه، احنا كده وصلنا للاسم بتاعه. فهتقوم قايل له هاي داريوس وتكمل كلامك، تمام. فدي اول كلمه او اول جمله في البروبوزال. دلوقتي احنا كده عرفنا اسم الكلاينت، فدي تب مهمه جدا. لما بتكلم حد باسمه بتديله اهتمام، بتديله ان انت فعلا مهتم وقرأت عنه وعارف مين الكلاينت ده، مش مجرد بتقدم وخلاص على اي حاجه، تمام. فاسم الكلاينت مهم. طيب دي اول نقطه. تاني حاجه هي انك محتاج هوك في اول سطرين. خليني اقول لك، لو انت من الناحيه التانيه، من ناحيه الامبلوير، نزلت الجوب، نزلت المشروع بتاعك، انت بتشوف اول سطرين بس من البروبوزال بتاع كل الناس، تمام. مش بتشوف البروبوزال كامل غير لما بتعمل ريد مور. اول سطرين مهمين جدا، حط فيهم هوك، حط فيهم حاجه تخليه يقتنع ان هو يعمل ريد مور اصلا، تمام. هوك بمعنى ايه؟ بمعنى انك ممكن تساله سؤال عن البروجكت بتاعه ده من الجوب ديسكريبشن، ممكن تقنعه انك انت الشخص المناسب عشان يشتغل معاك، عشان يتواصل معاك. ممكن تحط عينة أو سامبل من حاجة أنت عملتها مشابهة للي هو عايزها دي بالضبط، تمام. طيب بعد كده خلّينا نتكلم إنك أنت المفروض تكون عارف، توضّح له إنك عارف بالضبط هو محتاج إيه من الjob description دي، فادّي له سبب يخلّيك مميز، تمام. ادّي له سبب يخلّيك مميز عن باقي الناس اللي مقدّمة دي، ليه يختارك أنت. مش بتتكلم عن خبرتك هنا، مش بتتكلم بتقول له أنا عندي خبرة 5 سنين والكلام ده، لأ، تدّي له سبب واقعي أكتر أو related أكتر بالjob description بتاعته هو اللي هو منزّلها دي، تمام. طيب بعد كده هتبين إنك قرأت الproposal، حتى هتلاقي بعض الناس في الjob description في الآخر خالص هنا كده بيقول لك لو قرأت الjob description دي فاكتب لي كلمة banana مثلًا أو apple في الproposal بتاعك. ليه؟ عشان عايز يعرف إنك قرأت البتاع كامل، قرأت الjob description بالكامل، مش مجرد بتقدم على أي jobs قدامك، تمام. أنت مش bot، أنت بني آدم، فأنت بتقرأ وبترد عليه. فبين له إنك قرأت فعلًا وفهمت هو محتاج إيه من الjob description دي. قدّم الحل بتاعك باختصار، قُل له والله أنا هاعمل كذا، 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 أنا هاعمل 1، 2، 3. وضّح أنت هتعمل إيه عشان تحل المشكلة اللي عند العميل ده، تمام. زي ما قُلت لك نقطة مهمة جدًا اتكلمت عنها في الفيديو بتاع مستقل، وهي إنك تقترح أو إنك تربط كلامك بحاجات شبه اللي هو عايز يعملها، تقول له إن أنت اشتغلتها قبل كده، تمام. نقطة كمان إنك تقترح عليه حاجة هو مش كاتبها أصلًا في الjob description، بس هي هتحسّن من الproduct ده، أنت شايف إن هي فعلًا ممكن تكون مفيدة بالنسبة له. حتّة الاقتراح دي صدّقني مهمة جدًا وبتفرق جامد مع الclients. حاجة كمان هاقول لك عليها هي إنك تحط أمثلة للشغل بتاعك related بالjob description. طيب لو ما فيش حاجة related، حُط لينكات لمشاريع أنت عملتها يعني شبهه حتى لو من بعيد، أو حُط حتى الlink بتاع الportfolio بتاعك. فده شيء مهم، مهم جدًا إن الclient يشوف الشغل بتاعك عشان يثق فيك، تمام. بعد كده في الآخر خالص هنتكلم عن التزامك بالوقت، إنك شخص ملتزم بالوقت والquality بتاعة الشغل ده، وإنك عايز long relationship، فأنت إيه، مهتم إنك تتعامل معاه. حتى في الأول في البداية ممكن تقلل السعر شوية، وده اللي بيخلّيك مميز عن باقي الناس يعني، في ناس بتروح لكده، تمام. آمم، طيب آخر حاجة في الproposal هتحطها هي إنك هتحط call to action. زي ما عملت call to action في الsummary بتاعك في الprofile، هتحط برضه call to action في الproposal. هتقول له اضغط على الmessage me مثلًا button، أو اضغط أو خُش كلمني DM أو حاجة زي كده، تمام. أو إحنا ممكن نحدد أو نschedule مثلًا call ربع ساعة نتكلم فيها عن التفاصيل.
يعني لازم تحط له call to action في نهاية البروبوزال، من الحاجات اللي بتفرق جدا. لو وصلت معايا لحد هنا فعرفني في الكومنتس ايه النصيحة اللي انا ممكن اكون ما قلتهاش ولكن فرقت معاك بشكل كامل، ممكن تفيد حد غيرك. سيب لي في الكومنتس، مستني الكومنتس بتاعك. خليني دلوقتي اقول لك عن السر اللي اتكلمت عنه في اول الفيديو. النصيحة دي خدها مني وما ترجعش ورايا، وهي انك عشان تجيب اول كلاينت على Upwork انت ممكن تعمل كل الكلام اللي فات ده وفعلا ما ينجحش معاك، تفضل تقدم ومفيش حد بيرد عليك، مفيش حد شايفك اصلا. عشان تجيب اول كلاينت، رأيي المتواضع انك تجيب الكلاينت ده من بره Upwork. تمام. تجيبه من بره Upwork ازاي؟ يا اما بالكونكشنز بتاعتك، يا اما من على مستقل. وده انا عملته بشكل شخصي، جبت كلاينت من مستقل وتواصلت معاها ان احنا حابين ننقل الشغل بتاعنا على Upwork لان هو عليه مانجمنت اكتر، وعليه يعني التايم لاين والمايلستونز والكلام ده النظام عليه اكتر او احسن من مستقل. فانا عملت حاجه بالفعل زي كده، كنت باخد الكلاينت من مستقل وانقلهم معايا على ابورك، او كلاينت زي ما قلت لك من كونكشن او ايا كان الكلاينت. فخليني اقول لك ان النقطه المهمه هنا مش انك ازاي تجيب كلاينت على ابورك، هي ازاي تجيب كلاينت اصلا. لو جبت كلاينت خلاص الموضوع بقى سهل انك تاخده معاك على ابورك. صحيح طبعا انك هتخسر النسبه اللي ابورك بياخدها اللي هي تقريبا 10 15%، ولكن هي توتالي ورثي لان انت يعني هتستفيد بعد كده في البروفايل بتاعك بالريفيو، والريفيو ده هيجيب لك شغل بعد كده اكتر واكتر. تمام. فهات الكلاينت من بره. تجيب كلاينت من بره ازاي؟ شوف بقى البلاي ليست كلها احنا اتكلمنا فيها عن البيرسونال براندنج وازاي تجيب شغل، تعرض شغلك بشكل كويس وازاي تجيب شغل. فيعني لو اول فيديو تشوفه هو الفيديو ده، لا كمل البلاي ليست اللي هي جيت هايرد 101، شوفها بالكامل. هات كلاينت من بره، بعد كده خده معاك على Upwork. صدقني ده هيفرق معاك جدا. انت كده هيكون معاك تقريبا اول 2 ريفيو خلينا نقول، او 2 كلاينتس او 2 جوبس انت فعلا عاملهم على Upwork. ممكن كمان لو ال2 جوبس دول معديين ال3 شهور كمده، معديين ال$1000، فساعتها هتاخد بادجت توب ريتد. خليني اقول لك وانس انك خدت بادجت توب ريتد الدنيا بتختلف بشكل كامل. لما تيجي تقدم على شغل فانت بتظهر فوق الناس اللي هي العاديه اللي مش توب ريتد. لما ممكن حتى تجيلك انفيتيشنز بعد كده لما تبقى توب ريتد، بتلاقي الناس هي اللي داخله تكلمك. صدقني توب ريتد مهمه جدا على Upwork. تمام. طبعا الجي اس اس او الجوب سكسس برضو من الحاجات المهمه، جوب سكسس سكور. فاهتم بالاثنين دول. لما الاثنين دول يظبطوا عندك هتلاقي كل الدنيا ظبطت ان شاء الله على البلاتفورم. تمام. طيب ده تقريبا كل حاجة عايز أقولها عن Upwork. دلوقتي لو عايز بقى تشوف إزاي تعمل بورتفوليو قوي، عشان حتى جزء المشاريع اللي هنا ده أو البورتفوليو اللي أنت هتسيبه في البروبوزال، فهسيب لك الفيديو هيظهر لك في الكارد دلوقتي إزاي تعمل بورتفوليو يكون مميز. ولو فوتت الفيديو صدقني هتخسر. أنصحك إنك ما تفوتش الفيديو ده. وبس كده، يلا سلام.